واليمن والبركات وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية جمعاء بالأمن والأمان والسلام. أمير المؤمنين حفظه الله في موكب رسمي بهيج تحفه العناية الربانية، متوجها في حفظ الله ورعايته إلى مسجد الحسن الثاني، حيث يؤدي جلالته صلاة عيد الأضحى المبارك في أجواء إيمانية روحانية ربانية مليئة بالخشوع والابتهال والتكبير إلى الله عز وجل. فالعيد شعيرة من شعائر الإسلام، وهو من أهم الشعائر التي ينبغي علينا إظهارها والتعبد لله فيها. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالعيد شعيرة معالمها الفرح والسرور والابتهاج، الفرح بطاعة الله والابتهاج بفضائل الرحمن. فعيد الأضحى المبارك هو يوم عظيم مشهود من أيام الله تعالى، حيث يفرح فيه حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم، كما يفرح المسلمون بمشارق الأرض ومغاربها بفضل الله عليهم في العشر وشعيرة الأضحية وصلة الأرحام. فالله نسأل أن يعيد علينا عيد الأضحى المبارك ونحن في هناء وسعادة ورخاء ومن الخير فزيادة، تحت القيادة الرشيدة والنيرة والحكيمة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، سليل الدوحة النبوية الشريفة وصدق الرسول الأمين الذي يعظم شعائر الله ويسير على هدي جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر.
الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين